ماذا يفعل في البعبع الا وهو ماده الفيزياء. مش وقت، خلاص الوقت قزح، والوقت قد قزح، ان لم تقزحه قزحك. لا خريطه كامله ناخدك من اول انت زيرو من كتكوته كي جي 1 لغايه ما توصل تخلص امتحان الفيزياء في ربع ساعه ونص ساعه بالكتير جدا. المحتوى اللي هينزل الفتره الجايه والفتره اللي بعد الامتحانات محتوى دسم 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 جدا. 45 عزيزي الجندي المقاتل، عشان تقفل ماده الفيزياء عندك 3 حاجات مجمعه كله في ورقه ورقتين بفضل الله لا يخرج عنه الامتحان، لن يخرج منه نقطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابطالنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ ربنا يكونوا بخير وصحه وعافيه وسلامه. ثانيه ثانوي ازهر، وبعد ما خلصنا الصرف والحديث حماده قاعد يفكر ماذا يفعل في البعبع الا وهو ماده الفيزياء، الماده التي اشتكى بسببها الملايين. ولذلك جينا لك يا صديقي العزيز برشامه الفيزياء كامله في هذا الفيديو بفضل الله، خريطه كامله ناخدك من اول انت زيرو من كتكوته كي جي 1 لغايه ما توصل تخلص امتحان الفيزياء في ربع ساعه ونص ساعه بالكتير جدا. ولذلك يا صديقي قبل ما نبدا الفيديو لايك على الفيديو عشان يوصل لكل اصحابك، شير لكل اصحابك، اشتراك في القناه، لان حقيقي المحتوى اللي هينزل الفتره الجايه والفتره اللي بعد الامتحانات محتوى دسم 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 جدا 45. ولذلك تابع يا صديقي القناه وانتظر بفضل الله اعلى شغل واعلى جوده. يلا بينا نبدا. عزيزي الجندي المقاتل، عشان تقفل ماده الفيزياء عندك 3 حاجات الا وهم متجمعين في خريطه كامله كده اسمها خريطه الفيزياء، ونسميها احنا ابطالنا اللي معانا من اول اليوم في الامتحان يسميها البرشام. اول حاجه تسمع لي فيديو ملخص المنهج كله، وده هقول لك الزتونه فين وتجيبها منين عشان نخلص. تاني حاجه امتحانات سنوات سابقه، ودي هتلاقيها في كتاب المرشد. كتاب المدرسه، كتاب المدرسه مهم جدا جدا جدا. رقم 3 الزتونه، واللي ينتظرها الكثير ومعلومات اكتر عنها في نهايه الفيديو ان شاء الله. الزتونه هتلاقيها مجمعه كله في ورقه ورقتين بفضل الله لا يخرج عنه الامتحان. واسال اللي خده بتاعه الصرف بفضل الله لن يخرج منه نقطه. نيجي لاول حاجه الا وهو الفيديو الملخص المنهج كله. هتلاقي فيديو مستر حسن الحبيبي، حقيقي الفيديو دوت فيديو انجاز 3 ساعات الا تلت، لامم منهج الفيزياء بالكامل اللي اتشرح في الترم طول الترم تمام يا حماده، ولذلك مش عارف حاجه، فلذلك بقول لك الفيديو دوت ملخص لك الدنيا كلها، عايزك بس تاخد نظره سريعه. رقم 2 نيجي لحل امتحانات السنوات السابقه وحل اسئله كتاب المدرسه وحل اي حاجه بقى، يعني اي حل. عندك مستر محمد فضل. مستر محمد فضل صديقي عامل عظمه، والعظمه لله وحده، ولكن الفيديوهات بتاعته بفضل الله شغل فاخر من الاخر. كتاب المدرسه محلول، السنوات بتاعت المرشد محلوله، فضل الله هتلاقي عنده تجميعة القوانين هتلاقيها موجوده، فضل الله شغل عالي عالي عالي. وان شاء الله تخشوا عند مستر حسن مستر محمد فعلوا هاشتاج كفي السنه الازهريه، عايز اشوف الجيش بالكامل هناك. تمام يا صديقي، انا الجنرال وانتوا الجنود، ويلا بينا نغزو هذين الفيديوهين. رقم 3 الا وهي الزتونه، وانا عارف انت خلبوس قاعد مستنيها عشان تبرشم وتخش تقفل. ولذلك الزتونه بفضل الله لكل طلاب الجمهوريه 15 جنيه بس يا سيدي. كام يا ابو حميد؟ 15 جنيه سعر، يعني بص ما حصلش في التاريخ. ورقه واحده لما كل المنهج، والخط هيكون كبير عشان الناس اللي اشتكت من ان الخط بتاعت الصرف كان صغير سنه، ولكن الخط بفضل الله يكون كبير جدا. لو انت عايز تشوفه بعدسه مصغره مش هتعرف تصغره. تمام؟ بس كده صديقي، عايز تلتزم من ال3 حاجات دول، وان شاء الله نلقاكم في فيديو قادم على ما اكون خلصت الخيارة دي. منتظر الفيديو يا صديقي توقعات القرآن، اللي هجيب لك فيديو بفضل الله لو انت ما فتحتش منهج القرآن بتاعك خالص تقفل الماده بفضل الله عز وجل. بس كده يا صديقي، لايك الفيديو، شير لكل اصحابك، وفعل هاشتاج كفي السنه الازهريه في الفيديوهين اللي قلت لك عليهم في الفيديو اللي تحت دوت. وان شاء الله في جايزه للتعليق اللي هيكون مشير الفيديو لكل اصحابه ويكون عليه اكبر عدد لايكات. وبس كده يا صديقي، انتظرونا في فيديو قادم. لو مش عارف تعمل ايه تعالى اقعد مع ابو صلاح على الكافيه. وبس كده يا صديقي، سلام.